بيده. من أصبح معافى في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وتكونوا جميعا في احسن حال. اول حاجه النهارده كده حابه ارحب بيكم وارحب بكل حد بيدخل جديد في القناه وبيشترك فيها. والنهارده ان شاء الله هيكون فيديو حلو عن المشتريات، وكمان هنقسمها واقول لكم انا بقسمها ازاي علشان ما تقلش على نفسي. اول حاجه كده شغلت الغساله ودخلت معاكم بوريكم حاجه البقاله. انا جبت حاجه البقاله وحاجه المنظفات، وهقول لكم برضو في نص الفيديو كده بنقسم ازاي. باوريكوا ده ازازة زيت اساور دي ب40، وقالب الزبدة الكيلو ده فيرن ب130 من كازيون. هنا كيس المكرونة ده كيلو، انا جبت 3، واحد قلم اللي هي الفرن، وواحدة المرمرية، وكمان واحدة خواتم. كل كيس منهم كيلو، والسعر بتاعهم الكيلو بكام؟ ب29 جنيه. تمام، 29 جنيه، يعني ده العرض اللي في كازيون. بيعملوا احيانا عرض على الكيس 400 جرام بتكون ب11 جنيه، لكن حاليا مش عاملين على الكيس الكيلو. هنا بقى مكانش فيه اسباجيتي، فجبتها من بره من البقالة يعني حوا. وجبت بقى الشعرية والرز، انا ما بجيبش الرز اكياس، لا بجيبه سايب، وده الافضل معايا في الاستخدام، وفي نفس الوقت سعره حلو. الأكياس المُعلّب باحس إن كلّهم مش بيبقوا قد كده، غير مثلًا لو هتجيبي الساعة أو الضُحى، دول أنواعهم كويسة بس غالي. أنا باجيب الكيلو ب30، من سِرجة عندي متعوّدة عليها، بتجيبه حلو أوي وبيكون حلو أوي في التسوية. الشعرية هنا برضه جايبة كيلو سايبة ب24، وجِبت كيس لسان عصفور حوا، أنا باستخدم كيس في الشهر بس، ما باعملش لسان عصفور كتير، ولو احتجت باجيب، بس ده جِبت كيس واحد، الكيس ب14. وجبت ربع فاصوليا بيضة، برضه دي باستخدمها مرة واحدة. باحب أنوّع في الحاجات اللي باعملها مع الخضار، وفي نفس الوقت البقوليات. وربع عدس برضه علشان الكشري مش باعمله غير كشري، يعني العدس الأسمر مش بادخّله في حاجة غير الكشري. القمح والبليلة بقى الشتا والبرد، وإنِّك تعملي حاجة بالليل كده تاكلوها مثلًا، تشربوها، البليلة، هنعملها مع بعض إن شاء الله. والكاكاو الخام ده كان ب20، برضه باسيبه عشان لو حبيت أعمل كيكة. هنا الدقيق ده حلو أوي، ده بيكي بيكر، حلو أوي، أنا جِبته الكيس ب19 ونُص برضه من كازيون. وباكيت الشاي الصغنوني ده ب10، والكرونا طبعًا أنتم عارفينها، مسحوق الكاكاو باللبن بيبقى حلو جدًا في الشتا. واليانسون مهم جدًا وأساسي في الشتا في كل بيت، لازم يكون عندِك أدوار الكحة ونزلات البرد، فلازم اليانسون بيكون حلو جدًا كمشروب دافي أثناء لو في كحة، وبالليل برضه لو حابين تشربوا حاجة دافية، اليانسون حلو. هنا ال4 صابونات دول كان عليهم عرض، ال4 مع بعض ب50، برّه القطعة ب14 و15، لكن أنا جِبت ال4 مع بعض. وكليني ده منظف بيبقى شبيه ديتول، حلو جدًا كريحة، وفي نفس الوقت لو استخدمتيه في المسح وكمان التواليت. كان ب35، لكن عليه عرض دلوقتي في كازيون ب29 ونُص، هاتوه حلو أوي. ده أوكسي كيلو، أنا فتحته علشان شغّلت الغسالة معاكم في بداية الفيديو. أنا باستخدم أوكسي نسيم الشرق أو نسيم الربيع، بس نسيم الشرق باحس إنه ريحته بتكون ثابتة أكتر، ولمّا بيكونش موجود باجيب نسيم الربيع عادي، يعني الاتنين ليهم ريحة حلوة. الليفة الزرقا دي أنا جايباها خشنة بس علشان المواعين اللي هي الألمونيوم والحاجات اللي هي محتاجة دعك أكتر. أنا ما باجيبش الصابون العلب، لأ باجيب السايب وحلو جدًا، وفيه نسبة جليسرين، فهو مش بيبوظ الإيد ولا حاجة. بُصّوا بقى، هنا هنبدأ إن إحنا نعبّي بقى الحاجات. أنا هاوريكم الحاجات اللي أنا باغسلها، يعني في علب باغسلها شهريًا، وفي علب لأ. زي مثلًا برطمان الملح ده علشان بنستخدمه في اليوم أكتر من مرّة، فبيكون أكتر حاجة إن هي تتبهدل معانا، فده لازم شهريًا باغسله، أو ممكن لمّا بيخلص قبل نهاية الشهر باغسله. المهم إن هو لازم ليه دورة غسيل مهمة. طيب إيه تاني؟ الحاجات اللي هي بتخلص معايا بسرعة ممكن أغسلها، لكن العلب اللي بتقعد معايا وقت ما باخلّصهاش أو ما باستخدمهاش كتير مش باغسلها. هنا بافضّي معاكم الشاي، أنا اليانسون وباكيت الكرونا اللي هو مسحوق الكاكاو سِبتهم زي ما هُم، لكن في حاجات بافضّيها في العلب بتاعتها. الشاي خلاص فضّيته، وهابدأ بقى إن أنا أجيب معاكم علب المكرونة والرز علشان نفضّيها سوا. هنا كنت فاتحة المكرونة القلم علشان عملت منها صينية مكرونة، فقُلت لأ، مش هاسيب الكيس كده، هافضّي أحسن المكرونة القلم علشان الكيس بتاعها مفتوح.
بصوا هفضيها معاكم، وعلب المكرونه والرز مش هغسلها، هلمعها بس بفوطه نظيفه من بره، لكن هي من جوه نظيفه مش محتاجه ان هي تتغسل. قولولي بتجيبوا حاجاتكم منين؟ انا كنت الاول بجيبها عادي من بقالة، من المحلات، لكن دلوقتي في حاجات كتير بجيبها من كازيون. هو فاتح جنبي، وفي نفس الوقت في احيانا عروض بتبقى حلوة عنده، فببقى متابعة يعني الصفحة عندي على الفيس. لما بلاقي ان في عروض او في حاجة منزلها سعرها اقل من بره، بروح وبشتريها. يعني الديتول اللي هو كليني بديل ديتول حلو قوي، سعره ب29.5 وحجمه 500 جرام، وفي نفس الوقت حلو قوي معاكي في الاستخدام المسح والتواليت، فانصحك ان انت تجيبيه. برضو الصابون هناك ارخص برضو من المحلات المنظفات، حلو جدا. هنا بقى خلاص انا بدأت املى علب المكرونة اللي انا بستخدمها اكتر. حطيت المرمرية والقلم، وكمان هبدأ ان انا اعمل معاكم علبة الرز. بصوا الرز، عشان لو في ناس بيسوس عندها المطبخ بيكون حر شديد، او في الصيف، لازم تحطي ورق غار او ورق لورا في هو واحد بس على حسب انت بتقولي عليه ايه. حطيه في علبة الرز، انا عندي هنا تحت كان محطوط، فمش هحطه تاني، لكن لما بتحطيه بيمنع ان الرز يسوس معاكي ويعمل سخونية، وبالتالي يكون معاكي الصوص. فانتي حطيه لو الرز بيقعد معاكي وقت في العلبة. تمام. انا هنا فضيت كيلو بس في العلبة، وكان في حبة مثلا محبتش ان انا افتح الكيس التاني، قلت لما يخلص ابقى ازود. وبرده كيس لسان العصفور فتحته وحطيته في العلبة بتاعته. والدقيق بقى محبتش ان انا احطه، لان انا كان عندي العلبة فيها يعني فيها دقيق كتير، فما حبتش اني انا افضيه. بسيبه لغاية لما احس ان البرطمان خلص وابدأ ان انا ازود. هنا بقى الشعرية والملح وكمان العدس دول هبدأ ان انا عاملاهم تاني. بصوا برطمان الملح ده انا كنت فضيته وغسلته من امبارح، وهبدأ هو وكمان وعلبة الزبدة. يعني انتوا هتلاقوني دلوقتي علبة الزبدة القالب الفرن مقطعه مكعبات معاكم، وهحطه في القالب وهخليه في التلاجة. فده انا قبليها بيوم غسلته كويس علشان اسيبه يوم ينشف، علشان لما تحطي الزبدة او تحطي مكونات الحاجة اللي هتحطيها في العلب والتخزين، ما ينفعش تكون رطبة او كان فيها مية او مش ناشفة كويس، ممكن يبوظلك الحاجة. فهنا كان البرطمان عندي ناشف جدا لاني غسلاه قبلها بيوم. فبدأت ان انا حطيت كيس ملح فضيته، وفضيت كمان كان حبة في الطبق كنت انا مستخدماهم، يعني فضيتهم في الطبق علشان اغسل البرطمان، ورجعتهم من فوق، الحاجة الجديدة من تحت والحاجة القديمة من فوق. كده خلاص بقى ملينا العلب اللي كانت ناقصة والحاجات اللي فيها كانت قليلة، بدأت ان انا ازودها كلها. هوريكم برضو شكل الرف بعد ما خلصناه. انا ما حبيتش اني انا ابطأ من الفيديو علشان يكون فيديو سريع وخفيف عليكم. في حاجة بقى انا حابة ان انا اقول لكم عليها، ويا ريت يعني تصالحوني وتفرحوني بيها. انا عندي مشاهدات القناة في منها 80% مش مشترك، ومنها 20% بس هو اللي مشترك في القناة. فنسبة 80% ده حاجة كبيرة جدا، ان اللي بيشوفوا القناة مش مشتركين فيها، وكمان التفاعل عليها بسيط جدا. فده بيخلي الفيديوهات ما بتتعرضش لناس كتير، ما بتجيبش مشاهدات كتير ولا بتجيب تفاعل. فده يعني عايزة اقول لكم بجد بيضايقني جدا، وبحس ان انا مجهودي اللي انا بعمله مش واصل لكم، او انتوا مش حابيني او مش حابين الفيديوهات ولا القناة. فلو انتوا حابين الفيديوهات وحابين قناتي، ما تخرجوش من الفيديو غير لما تحطولي لايك صغير كده تحت الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو وكل اشعار بكل حاجة بنزلها على القناة. وكمان لو تسيبولي كومنتاتكم الحلوة اللي بتفرحوني جدا جدا بيها في اخر فيديوهات، زي ام يحيى من الجزائر منورة حبيبتي، امانيا السيد برضو منورة، جي ام عمر، ام كريم، بجد ناس كتير قوي مش عايزة انسى حد. دايما معايا في القناة. ف يعني ربنا يخلينا لبعض كده وتكبر قناتنا وتكبر عيلتنا. وهنا بصوا بوريكم قالب الزبدة خلاص انا خلصته، بحب اعمله مكعبات، في بتبقى قطع اكبر في قطع صغيرة على حسب. يعني لو هتعملي بيضة اومليت مش زي ما هتاخدي قطعة مثلا تعمليها في الاكل والطبيخ بيبقى اكتر. ف يعني انا بسيب قطع كبيرة وقطع صغيرة. هي كانت عايزة تجمد شوية، بس أنا علشان طلعتها وبدأت أعمل معاكم الفيديو وأملى العلب والبرطمانات، فكانت ساحت شوية صغيرين، فده اللي خلاها إن ما تبقاش ماسكة أكتر. تمام. برضو بالسكينة بطلع أي حاجة في الغلاف علشان إيه يبقى ما سيبناش حاجة فيها. هنا الكيس ده بخليه دايما جنبي في أول ما بكون بفضي العلب وكل حاجة، علشان الأكياس وأي حاجة عايزة تترمي
احطها في الكيس على طول وارميه علشان ما يحصلش معايا كركبة على الرخامة. لمعت الرخامة وعايزة بقى اغسل الكتل. الكتل دايما بغسله يا اما بملح ليمون يا اما ملح عادي مع ليمون، بس انا قلت المرة دي في على الفيس شفت في ناس بتعملها بالخل، فقلت هجرب الخل معاكم. ممكن يكون كمية الخل اللي حطيتها كانت قليلة، مش عارفة، بس انا حسيت اني نضف الرواسب اللي بتكون موجودة، لكن انا حسيت ان في حاجة صغيرة برضو مش زي الملح والليمون، او ملح الليمون بينضف اكتر. هنا غسلته معاكم وهشطفه، وكمان هنعمل الشفاط حاجة سريعة كده. انا كنت عملت معاكم الشفاط من 3 فيديوهات، بس كان غسلة عميقة بالشفاط الخارجي كمان. المرة دي بقى احنا مش هنغسله تاني، لا خلاص هو نضيف، بس الشفاط الداخلي انا بغسله مرة كل شهر لازم، علشان لو انتي سبتيه اكتر من كده بياخد معاكي وقت اكتر في الغسيل وكمان مجهود اكتر. لا انتوا هتشوفوا اهو الدهون اللي عليه يعني موجودة، مش بسيطة ومش كتير قوي، بس برضو مش هياخد معايا وقت ولا مجهود كبير. خلاص غسلنا بقى الكاتل، وده نوعه فلامينكو، كنت جايباه في جوازي وحلو جدا. هو كان فيه ليد نور ازرق كده حلو جدا بيشتغل لما تشغليه، لكن حاليا ما بيشتغلش، هو الكاتل بس اللي بيشتغل. هنا كده خلاص هسيبه بقى يتصفى، وهاخد بقى الشفاط هوريهولكوا اهو. بصوا دي الدهون اللي عليه، برضو يعني انت لو عملتي كده مرة كل شهر صدقيني مش هياخد معاكي وقت خالص في الغسيل ولا مجهود ولا سلك بقى مواعين ولا الكلام ده. بص انا عندي بقى الليفه دي كانت خلاص هتترمي، قلت لها ازاي تترمي وتروحي كده وانتي نظيفه؟ تعالي لما يعني نرسمك بالميك اب الاسود شويه والدهون، وبعد كده نرميكي. شغلت الميه السخنه علشان الدهون تفك كده وتتشال بسرعه، ما ياخدش وقت. هيبقى معاكي حلو قوي لما تشغلي الميه السخنه عليه، بيسهل ويسرع من غسيله. بالنسبة للدولاب والشتوي، عملتوا نزلتوا الشتوي ولا لأ، ورصيتوا الدولاب ولا لأ؟ الناس اللي متأخرة زي كده ارفعوا ايديكم في الكومنتات علشان يبقى ظاهرين كده، ما يبقاش انا بس لأ. قولولي انا اتأخرت فيه، بس انا كنت عايزة الاول اخلص الشقة، نظفت الشقة الاول الحمد لله مفيش حاجة عندي عايزة تتعمل، وقلت طب انا هعمل الدولاب، قلت لا 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 الاول يا دينا مشتريات الشهر، شوفي الحاجات اللي محتاجاها وحاجات السوق وحاجات الفريزر والحاجات دي اكتبيها وابدأي جيبيها الاول، وبعد كده تبقي فاضية للدولاب. عملت كده، بس لسه فاضل لي بقى يوم السوق اللي هو الخضار الفاكهة الحاجات اللي انا ممكن اجيبها زيادة افرزها، وان شاء الله بعد كده نبقى فاضيين للدولاب. تمام. اكتبوا لي بقى عايزين تجيبوا ايه الاسبوع ده نفرزه سوا، يعني نعمل ايه تفريزات سوا. فلفل الوان، فلفل اخضر، عايزين نصلص صلصة، نفرز مثلا ايه تاني، بصل عشان اول الشهر الناس اللي البصل عندها في الفريزر خلص. انواع خضار، يعني مثلا الباميه خلصت في السوق مش ما فيش باميه، بس ممكن البسله الفاصوليا. البسله بدات تنزل بس لسه اظن التفريز بتاعها مش دلوقتي، فقولوا لي هتفرزوا ايه علشان ندي افكار لينا كده ونعرف افكار اكتر. بصوا خلاص الشفاط خلص، وبوريكم اهو، وكمان الكتل كده خلاص كله خلص. بصوا نضيف، يعني وانتي واقفه في المطبخ كده تبصي على الشفاط تلاقيه نضيف، بيديكي راحه نفسيه ان هو معلهوش دهون وعايز يتغسل وانتي مكسله او ركناه. فالحاجات دي انا لما بحس ان في حاجات مركونه قدامي عايزه تتعمل ببقى شايله همها، لكن لما بتتعمل كده ببقى خلاص انا الحمد لله مفيش ورايا حاجات كتير. كان في حبه غسيل نطبق، ازاي وانا هسيب الغسيل ما يتطبقش؟ لا نطبق. هنا الاول بفصل الهدوم اللي هتتعلق او تتكوي علشان اروح اعلقها، واخد بقى الهدوم اللي عايزه تتطبق واطبقها. بقيت اطبقها هنا معاكم علشان مثلا ايه لو جانا نايمه جوه، لو في حاجه جوه ابقى انا هنا فاضيه معاكم. انتوا عارفين ان انا بنشر هنا اصلا، فبنشر على طول والم واطبق برضه في نفس المكان. انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم كده وعاملين ايه في البرد؟ بدأ البرد وفي اطفال كتير بدأت تتعب ويجيلها نزلات برد واحنا لسه في اول الشتاء. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم ويكبروا بصحة وعافية ان شاء الله، ونحاول ان احنا نحافظ عليهم اكتر الفترة الجاية بقى باكلات صحية واكلات تزود المناعة وعصاير تزود المناعة. الحاجات دي برضو بتقويهم وتساعدهم شوية. ربنا يحفظهم جميعا، طمنوني عليهم كده، انا لسه جانا خارجة من دور برد محترم، فربنا يحفظها كده ويعدي الشتا ده على خير. القطعة الشتوي دي جت منين يا دينا؟ مش انتي لسه ما عملتيش الشتوي؟ ايوه فعلا ما تقلقوش، هي دي طلعت واتلبست واتغسلت كمان. بس احيانا احمد بالليل بيكون مثلا نازل يشتري حاجه والجو برد او هوا،
فبيلبس مثلا حاجة كده شتوي علشان ما يجيلوش برد. لكن انا الشتوي عامة للدولاب لسه ما طلعتوش. خلاص بطبق بقى الغسيل واخده وادخله جوه علشان نكون ايه، خلصنا اليوم ده كل حاجة ورانا. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو لسه ما اشتركتيش وما حطيتيش لايك فانا هزعل منك جدا، ويلا حطي لايك، اشتركي في القناة، وكمان سيبيلي كومنت منك حلو علشان اعرفك وارحب بيكي. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة، باي باي.